في الحلقة اللي فاتت حكيت لكم عن بروفيسور مزبلة وإن هو أقنعني أجي معاه مدينة مرفا، مدينة غريبة في وسط اللاشيء في غرب تكساس. Why did you buy a bar? بيعيش فيها الفنانين وناس غريبة زي جاك دورسي اللي بدأ تويتر، عنده بيت هناك. قال لي إن في مكان أقدر إن أنا أقعد فيه اسمه مارفا أوبن، ده جاليري وعندهم فرونت يارد أقدر إن أنا أركن فيها الفان بتاعتي. مارفا أوبن كان فيها ناس غريبة كتير. So what they did is they took part of that back porch, that wraparound porch, that was at an angle. So that's why you have to step up to go into the kitchen. Whoa, that's insane! Thank you so much. وكنتش حاسس ان انا مستريح ووريتكم ليه في الحلقه اللي فاتت. انا مش عايز ان انا اصور الفيديو ده لان انا مش في مكان، انا في الحمام. بس اعمل ايه؟ خبطات الفتره اللي فاتت كانت صعبه. شايفين يعني متبهدل شكلي كاني طالع من خناقه. بس يعني I'm getting stronger. انا بقيت اقوى من هذه الخبطات الحمد لله. انا مش عارف اللي حصل ده حصل ليه، ومش عارف هل انا هعرف اقوم الحاجه اللي انا عايز اقومها دي ولا لا. بس انا اعرفه انا محتاج احاول، رغم ان في ناس كتير جدا ممكن تقولي خلاص يا عصام انت يعني انت اتفشخت، ممكن تروح ترجع تاني تاخد شغلانه وخلاص. بس انا في يوم من الايام ظنيت ان اللي بعمله ليه معنى، واظن ان لسه اللي بحاول انا اعمله ده ليه معنى. في ناس في المستقبل ما اعرفهمش ولا يعرفوني هيبصوا على القصة دي وهيقولوا لو هو قدر ان هو يحارب انا مستعد كمان ان انا احارب. هل انا قوي بما فيه الكفاية؟ ممكن لا دلوقتي، يبقى انا محتاج ان انا اكون اقوى. هل انا ذكي بما فيه الكفاية؟ ممكن لا، طيب يبقى محتاج ان انا اكون اذكى. هل انا بركز بما فيه الكفاية؟ لا، يبقى انا محتاج ان انا اركز اكتر، محتاج اتعلم واحارب حرب داخلية وخارجية. الخوف من الفشل، الخوف ان بعد كل هذه المحاولات الواحد يفضل يحس لسه ان هو لوحده. مش عايز اي حد يحس ان هو لوحده، واعتقد ان الموضوع ده مهم. وزي ما قلت لكم صاحبي ياش قال لي ان هو هيكون بيته فاضي وان انا اقدر ان انا ازوره في سياتل. قررت ان انا احجز تذكره واسافر لسياتل، وسبت الفان بتاعتي مركونه عند مارفا اوبن واستأذنتهم ان انا اركنها لمده شهر. وصلت لسياتل. What up? How you doing? How's it going? Good to see you. ياش من أذكى الناس اللي أنا أعرفها، وشخص مجتهد جدا، وكان معايا من أول الرحلة بتاعة تريبل، بل إن هو كان واحد من الناس اللي بتساعدني في الأول خالص أول ما أنا كنت ببني الابليكيشن قبل ما تسرق. كانت دي أول مرة أشوفه من 7 شهور من ساعة اللي حصل في المكسيك، وقعدنا نتكلم كتير. So there is this illusion of control, but it's only about the outcomes. However, there is free will. You're choosing to sit down your ass, let's say, and do a good job in your work. There have been thousands of generations of people who've done specific things that have helped, right? Mm-hmm. Take care of your body, right? Mm-hmm. Sleep on time, mm-hmm. Drink enough water, eat good food. That's a tried and tested thing. Could you have a polyphasic sleep cycle and succeed? You could. Are the odds very high? They're not. Statistically, they're against you. Don't focus on that one thing, that one yes theory, that one Elon Musk, and say like, hey, because maybe all they did was sleep on time, drink enough water, and show up and do a good job at what they're supposed to be doing. And then blind luck just... But then they give you advice and say, oh, I studied this thing, blah, blah, and then we focus on that and we're like, hey, this is what I should be doing. That's the survivorship bias. That's the survivorship bias. قعدنا نتكلم في مواضيع عميقة كتير، ومن ضمن المواضيع سألني هو أنت هتعمل إيه الشهر اللي أنا مش هكون فيه والشقة هتكون فاضية؟ قلت له أنا مش متأكد، أنا مش حاسس إن أنا قادر أشتغل على تريبل، وحاسس إن أنا burned out ومحتاج إن أنا أشتغل على حاجة تانية، محتاج شوية وقت أراجع في حساباتي وأفكر أنا هعمل إيه، ممكن أقدم على شغل. بدأت إن أنا أقدم على شغل بالفعل،
وبدأت كمان إن أنا أذاكر مواضيع جديدة في التكنولوجيا خصوصا ال AI. وعادة كل يوم كنت ببدأ بأن أنا أقرأ هاكر نيوز، دي أخبار عن التك والبزنس، وبدأت في سيليكون فالي ومشهورة قوي هناك. الناس بتقيم المواضيع، وكل ما الموضوع بياخد بوينتس أكتر بيتحط فوق، فالتوبكس اللي بتكون فوق بتكون اللي الناس شايفة إنها أهم توبكس. ولقيت بالصدفة موضوع شد انتباهي جدا، ثغرة أمنية حصلت Zero Day Vulnerability نشرها جوجل. Zero Day Vulnerability معناها إن أول مرة يتشاف النوع ده من الثغرات الأمنية، وبالأخص في مصر. وكده كده كنت محتاج ان انا اروح القنصلية علشان استلم موقفي من التجنيد، فقررت ان انا انطلق. اول ما دخلت السفارة سألتهم عن حاجتين: ازاي ان انا اقدر اعمل التوكيل، وهل الورقة بتاعت التسوية بتاعتي عندهم ولا لا. قالوا لي انها عندهم، واستلمت فعلا الورقه بتاعه التسويه. وبعدين حاولت ان انا اعمل التوكيل، وزي ما بعضكم عارفين للاسف ما قدرتش ان انا ابعت التوكيل بتاعي لمصر. كنت متضايق جدا، ولكن قابلت متاي وزويا اصدقائي وقعدنا نتكلم وندردش مع بعضينا، وشفت نور الكلب بتاعهم، ونزلت فيديو بيتكلم عن الموضوع. ولو بعضكم شافوه انا كنت بتكلم ازاي ان انا جدي حارب في حرب 6 اكتوبر، وان انا بحب البلد دي ونفسي في الخير ليها، وان انا مستعد ان احط ايديا في ايد اي حد عايز ان هو يحسن البلد بحقه حقيقي وبيحبها. الفيديو كنت ناوي ان انزله يوم 6 اكتوبر، ولكن للاسف ما قدرتش ان انا اخلص الفيديو في الميعاد، فاضطريت ان انا اعمل له ابلود بعديها بيوم. عملت ابلود الفيديو من هنا، بصيت على اول كام دقيقه لقيت ان هو بيعمل فيوز كويسه، ودخلت نمت وصحيت لقيت الدنيا مقلوبه. ما كنتش مصدق ايه اللي حصل. كانت ايام صعبة جدا نفسيا. بعد ما الفيديو جاب 100,000 مشاهدة على اليوم الثالث، لقيت الفيديو اتشال من عندي على القناة من غير سبب واضح. حاولت ان انا ابيل الديسيجن بتاع يوتيوب، ولكن يوتيوب ما ادانيش الفرصة، ما قدرتش ان انا انزل فيديو تاني. وبدأت انها تجيلي رسائل ومكالمات من ناس تقول لي كلمة واحدة بس: ما تنزلش مصر، او ان انا ااجل التذكره بتاعتي على الاقل. طمني اول باول، ان شاء الله اشوفكم على خير. انا هاجل التذكره يعني وان شاء الله اشوفك في اقرب فرصه باذن الله، ونحضر رمضان سوا يعني. ماشي يا حبيبي، خلي بالك من نفسك ونتكلم قريب. ماشي يا عم، على خير. وانت وانا سيف في لايف حبيبي. ماشي يا حبيبي، يلا يبقى طمني عليك اول باول. ها، وانت كمان طمنا عليك اول باول.